مساكم الله بالخير. التصوير هذا ما راح انزله الان، بنأجله فيما بعد. احنا داخل وزارة التجارة بالمناسبة، كان في كمين البارح لمنتج معين او سلعة. احنا كسعوديين العب معنا شوي في العطر، تتعاقب، العب معنا شوي في منتجات، نظارة مغشوشة، قماش، يا اخي اي شيء، حتى في بعض الاكل لو المكرونه تسجن وتعاقب، الا شيء واحد: لا تلعب معنا في الرز. وخليجيين عموما تغش في الرز، انت هنا مسيت كل الخطوط الحمراء. لعب وتلاعب. الان الاخوان سووا هذا الكمين امس على موزعين لرز يتم التلاعب فيه، وفي ناس الان عند المنبع. الاكياس وجهزوها. هذه ماكينة الخياطة. نعم، اي نعم، هذه ماكينة الخياطة الآن، وهذه أكياس تم خياطتها وتجهيزها خلاص كأنها جاهزة أصلية. معناته أنه يقبل على نفس الحرام، معناته أنه يلعب في صحة الناس، ممكن مخدرات، أي شيء أي شيء أي شيء يجلس راح يشتغل فيه. يحسبون العمليات هذه سهلة، والله العظيم أنها أصعب ما يكون. نعم نحتاج رقابة أكثر، نحتاج بلاغات الناس يبلغون أكثر. ما احنا جالسين نمدح أي جهة أو أي شيء، نصور سنابات. متى تعرفون أنه الوضع خطر؟ أنت كمواطن جالس تكون حاجز بين الجهات الحكومية وبين هذا العامل، توفر له أوراق نظامية. تقطع، أقسم بالله أشوف أكل قدامي ما أدري إيش مصدره، ياكله طفل وشيخ ومرأة وأب وحامل، وبضحك ولا بصارخ بأنفجر، يوجع. وفي اللي جالس يصير عندنا الآن بسبب عشوائية لعقود طويلة. ما راح ينظف البلد في يوم وليلة. المسؤول معترف، وإحنا معترفين كمختصين في حماية المستهلك، والإعلام معترفة. الناس صاروا في بيننا من يقتلنا هو يتسبب، يقول عامل خله يروح يترزق الله. ايش يترزق الله؟ في أكلنا وشربنا. إذا أحد عنده هم يوقف معنا يا ناس. هذا أخطر موضوع في الحياة، وش في أخطر من هذه الأشياء اللي جالسة تحصل؟ نبل وقيمة هذه الرسالة اللي نقدمها لحماية أنفسنا من هذا بسم الله الرحمن الرحيم. أمام الأعين الآن كيس أرز 10 كيلو، باب القصر، رز هندي بسمتي أبيض. الاسم جذاب وجميل، ولكنه في الحقيقة والواقع خلاف ذلك. فبالداخل لا تجد رزا، إنما بلاستيك بمعنى الكلمة. بلاستيك بمعنى الكلمة. نحن نأكل بلاستيك وليس نأكل أرز. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الغش وصل إلى هذه الأمور والفساد في كل شيء. فمن المسؤول؟ فمن المسؤول؟ انظر أخي الكريم،
انظر كيف تتحول هذه الحبيبات إلى كرة من البلاستيك. ولا نريد أن نبالغ في القول إن قلنا كرة من الحديد. هذا ما نتناوله في طعامنا اليومي. فأين الجهة المسؤولة عن جشع التجار؟ وفق الله الجميع.